عسلامة البنات، مرحبا بكم في مطبخ تونسية في مصر. اليوم إن شاء الله باش نعمل معاكم كسكسي تونسي بالدجاج والخضرة والحمص بطريقة سهلة ومبسطة على الطريقة التقليدية التونسية. أتمنى اللي يشوفني أول مرة دعمكم واشتراككم في القناة، وما تنسوش باش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق، وباش يوصلكم كل جديد نهبطوا على قناتي. اليوم إن شاء الله باش نعمل معاكم الكسكسي على طريقتي، إن شاء الله تعجبكم وأتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو كامل. بالنسبة للكسكسي أنا استعملت الكسكسي حبة متوسطة اللي عملت به المرة اللي فاتت كسكسي بالرمان، ويجاو نوريكم معايا طريقة التحضير بالضبط. بالنسبة للكسكسي أنا خذيت 300 جرام كسكسي من الكسكسي المتوسط، حطيت عليه نص مغرفة كركم ونص مغرفة ملح، وضفت عليها كيكة مغرفة زيت بالعين يعني، وبثبثت الكسكسي بالباهي مع بعضه، وبعد ضفت عليه شوية ماء دافين باش نبل الكسكسي ونخليه يرتاح شوي. بثبثته بالطبيعة بعد ما حطيت الماء باش يشرب الماء بتاعه، وغطيته خليته لمدة 5-10 دقائق هكاكا باش يشرب الماء بتاعه. ومن بعد نزيد نحي الغطاء بعد ال5 دقائق هذيك، ونزيد نبثه مرة أخرى باش الكسكسي نشوفه اللي هو شرب ماء ويبدأ كل كعبة وحدها. لهنا في المقفول متاعي حطيت هكا زيت خليته يسخن شوي، وقليت فيه جرينات فلفل، حطيت هكا زوز قرون فلفل خضر، وحطيت قرن فلفل احمر هكا عجبني لونه وكل شيء. وبعد تالي طلعت الجرينات بعد ما تقلوا بالباهي، وحطيت بصلة مقصوصة أنا كنت قصيتها عشوائي، يعني قصيتها قطعة كبيرة كيكة، حطيتها قليتها في الزيت، وضفت عليها ترانشات الدجاج اللي باش نطيب بها الكسكسي متاعي، وقليت البصل والزيت والدجاج مع بعضه بالباهي. وبعد بديت نضيف المكونات اللي هي باش نطيب بها الصلصة بتاع الكسكسي. لهنا انا الدجاج نحيت له الجلده بتاعه وغسلته قبل في ماء وخل وليمون، يعني نقعته شوي حطيته شوي، وبعد تالي سقطرته من الماء بتاعي وغسلته، ولله محمد رسول الله، وحطيته يتقلى مع البصل. وضفت لهنا بمقدار مغرفة صلصة اللي هي الصلصة المركزة متاع الحكوك، وكما قلت لكم المرة اللي فاتت اللي هي الطماطم الحكوك اللي هنا تبدا مرة شوية أنا ما نطيبش بها، يعني الحكوكة كهو ديما نعاون بالطماطم مكعب باش تجي النكهة بتاع المرقة بتاع الكسكسي ولا صلصة المقارونة ولا أي حاجة تجي النكهة بتاعها بنينة. حطيت مغرفة الطماطم وبديت نقلي فيها بالباهي مع الزيت والدجاج والبصل. ومن بعد تالي ضفت عليها مغرفة ثوم، هي مش مغرفة ثوم يعني راس صغير، مغرفة كبيرة مليانة ثوم، على خاطر الدجاج يحب كسكسي بالدجاج يحب برشا ثوم. في حين العلوش ما نحطوش معاه الثوم، نحطو كان البصل. المهم وضفت عليهم كاري، وضفت ملح ومغرفة كبيرة بربيكيا اللي هو فلفل الأحمر بارد، وضفت زادة فلفل أكحل وكركم والبهارات المشكلة اللي هي تابل وكروية وكمون وفلفل أسمر وفلفل اللي هو الأبيض زادة، ثم فلفل اللي هنا كيف الفلفل الأسمر يبدأ لونه أبيض، وبرشا مكونات تبدأ يسموها البهارات السبعة اللي هنا تبدأ من بعضها. وضفت عليها كوب من الطماطم، عصير الطماطم اللي هي طماطم مرحية ذيك الطماطم مكعب، خذيت 4-5 كعبات رحيتهم، ومن بعد حطيتهم مع الطماطم الأخرى وقلبت المكونات شوي مع بعضها. وبعد تالي ضفت عليها مغرفة صغيرة هريسة عربي، المغرفة صغيرة هريسة عربي ذي عملتها أنا في الدار بالفلفل الشايح. ديجا أنا عاملة فيديو على القناة على الهريسة كيفاش تعمل بالفيديو بالفلفل الشايح. وضفت عليها كيكة لتر وربع من الماء وقلبتها. ومن بعد تالي زدت الخضرة اللي هي يعني تكون تاخذ وقت شوي باش تطيب. حطيت 4-5 وحدات سفنارية على بعضها كيكة، قشرتها وحطيتها من غير ما قصيتها. وبعد تالي حطيت الكسكسي بتاعي اللي بثبثته في الكسكاس،
وحطيت عليه زاد عواد قرنفل، كنت نسيت ما حطيتهمش من الأول، حطيتهم في الكسكاس باش هكا يعطونا ريحة باهية في الكسكسي، وغطيته وخليته كيكة حكاية 20 دقيقة لين يفور، ومن بعد نعاود الكسكسي متاعي. ولهنا بعد ما فار الكسكسي التفويرة الأولى، حبطته في الشقالة بتاعي اللي باش نعاود فيها الكسكسي. على فكرة نجم نعاود الكسكسي بالماء عادي، ماء بارد عادي نصبوه عليه ونقلبوه بالباهي، وعلى باش الكسكسي يزيد على خاطر يبدا سخون، كي نصبوا عليه الماء يزيد يتضاعف الحجم بتاعه كل شيء. وإلا نهبطوا الصلصة بتاع الكسكسي متاعنا، المرقة معناها، ونحطوا هكا، ونحطوا شوية مرقة في الكسكسي ونعاودوا به نقلبوا به. انا حطيت الصلصة بتاع المرقة الكسكسي معناتها، وبديت نقلب فيه باش الكسكسي يزيد ويتضاعف حجمه. كل مرة كنت نزيد بشوي بشوي باش ما يعجنش، ما نجموش نحطه ديريكت برشا مرقة باش ما بس الكسكسي ما يعجنش وما يبداش مكعبر وكل شيء. بشوي بشوي نزيد، كل مرة نزيد شوي، نبثبث بالصلصة لين نعاود الكسكسي بالباهي. لهنا ولهنا انا رجعت للمقفول بتاعي وحطيت فيه شويه حمص. الحمص لهنا انا عندي لهنا الحمص كي نشريه ديما يطلع معاي كاسح، فانا ديما نطيبه قبل لوحده في شويه كركم وملح وماء، وبعد ما يطيب نص طياب نزيد نحطه في مرقه الكسكسي. حطيت الحمص وضفت عليه اللي هو قرعبوط الزينه اللي هي هنا اسمه كوسه، قصيتها كل واحده، قصيتها 3 وحدات، كل واحده قصيتها على 2، وحطيتها في التفويرة الثانية على خاطر هي ما تاخوش وقت، يعني تطيب فيسع فيسع. ورجعت الكسكسي بتاعي خليته يفور التفويرة الثانية، وبالطبيعة بعد التفويرة الثانية يكون الكسكسي بتاعي ان شاء الله، يعني ما شاء الله يبدأ طايب واموره ممتازة جدا، لانه الكسكسي كما فهمتكم المرة اللي فاتت، الكسكسي البكوات تفويرتين يكون طيب حاضر وما يخوش وقت. لهنا بعد ما فار معاي الكسكسي وطاب، حطيته في الشقالة اللي باش نقدم فيها ديريكت، ما حبيتش نكثر الماعون، وحطيته وطلعت كعبات اللي هم العود القرنفل. ولهنا بعد ما كملت نحيت كعبات العود القرنفل، سقيت الكسكسي بالمرقة متاعه وقلبته بالباهي حتى لين خذا كفايته، وبعد تالي زينته بالحمص وزينته بالسفنارية والكوسة، وما شاء الله طلع كسكسي بنين وطايب في حقه. أتمنى أنه يكون عجبتكم طريقتي في تيتيب الكسكسي، وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة، وأتمنى دعمكم واشتراككم في القناة، وعملوا لي لايك وكتبوا لي تعليق باش يوصلكم كل جديد. وشهية طيبة، في أمان الله.